اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله تعالى هقول لك على تقسيمه امتحان الاحياء وايه اللي انت تعمله في ليالي الامتحان، وكمان هقول لك على مصدر الحل بتاعك في ليالي الامتحان اللي هيضمن لك ال60 من 60 باذن الله تعالى. بس قبل ما نبدا بقى في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان توصلك فيديوهات المراجعات بتاعتنا بالتريكس اللي احنا هننزلها، اللي هتكون بفضل الله قويه جدا وهتساعدك ان انت تجيب ال60 من 60. مش هنرضى باقل من 60. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. تقسيمه امتحان الاحياء. بص كده معايا، امتحان الاحياء بتاعك بالجيولوجيا هيكون عليهم الاثنين 60 درجه، 60 درجه احياء وجيولوجيا. طيب الاحياء هيكون عليها 47 درجه في الامتحان، الاحياء هيكون عليها 47 درجه في الامتحان. اتبقى الجيولوجيا عليها 13 درجه، دول ال 60 درجه بتوعك. عدد الاسئله 44 سؤال اختياري وسؤالين مقالي. ال 44 سؤال اختياري هيتقسموا 32 منهم بدرجه و12 سؤال بدرجتين، وعندك كمان سؤالين مقالي، السؤال الواحد بدرجتين، السؤالين المقالي ب4 درجات. تعال نخش على تقسيمه الاحياء بقى. بص، عندك شابتر الدعامه والحركه عليه 6 درجات، هيجي لك عليه 5 اسئله، 4 اسئله منهم بدرجه وسؤال واحد بس على شابتر الدعامه والحركه بدرجتين. شابتر الهرمونات عليه 5 درجات في الامتحان، هيكون عليه 4 اسئله منهم 3 اسئله بدرجه وسؤال واحد بس عليه بدرجتين. شابتر التكاثر عليه 12 درجه، شابتر التكاثر عليه 12 درجه. وبالمناسبه اصعب الاسئله بتيجي في الهرمونات، يعني شابتر التكاثر شابتر كبير اهو، بس اصعب الاسئله اللي بتيجي في امتحان الثانويه العامه بتيجي عن الهرمونات. هو شابتر صغير بس اصعب الاسئله بتيجي عليه، فشد جامد عليه وانت بتذاكر. طيب التكاثر 12 درجه، هيجي لك عليه 9 اسئله، 6 اسئله منهم بدرجه و3 اسئله على التكاثر السؤال الواحد منهم بدرجتين. المناعه عليها 8 درجات في الامتحان، هيجي لك عليها 6 اسئله، 4 اسئله منهم بدرجه وسؤالين بدرجتين. البيولوجيا الجزيئيه الدي ان ايه والار ان ايه. بص، الدي ان ايه 7 درجات في الامتحان، والار ان ايه 7 درجات برضه. هيجي لك 5 اسئله عن الدي ان ايه، 3 اسئله بدرجه وسؤالين منهم السؤال الواحد بدرجتين. وبرضه الار ان ايه 5 اسئله في الامتحان، 3 اسئله بدرجه وسؤالين بدرجتين. دول ال 47 درجه بتوع الاحياء. اتبقى لك 13 درجه جيولوجيا. الجيولوجيا هيجي لك عليها 10 اسئله اختياري، 9 اسئله منهم بدرجه، السؤال الواحد بدرجه وسؤال واحد بس عن الجيولوجيا بدرجتين. يبقى الاختياري كده عليه 11 درجه بتاع الجيولوجيا، وطبعا سؤال مقالي بدرجتين جيولوجيا، يبقى الجيولوجيا كلها 13 درجه. يبقى 13 و47 ال 60 درجه بتوعك. خد سكرين شوت للسبوره اهو. ماشي، تعالى بقى اقول لك تعمل ايه في ليالي الامتحان. بص، مبدئيا كده انت ليالي امتحان الاحياء بتاعتك 7 ايام كاملين، ودي اكتر ماده بيطولوا في ليالي الامتحان فيها. عارف ليه؟ علشان دي بتكون اخر ماده والطلبه ناسيه المنهج، مش فاكره فيه اي حاجه، بقالهم شهر بيمتحنوا فنسوا المنهج من ضغط المواد التانيه. علشان كده كل سنه ليالي الامتحان في الماده دي 7 ايام كاملين، ودي فرصه عظيمه جدا 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 ان انت تجيب 60 من 60 وتذاكر المنهج كله من اوله لاخره تفرمه. طيب ايه اللي تعمله في ال7 ايام دول؟ بص، مادة الأحياء بالذات بيتسأل فيها عن التفاصيل اللي جوه التفاصيل، زي ما جه في امتحان السنة اللي فاتت رسمة الفقرات العجوزية لطفل صغير، وهو كان عايز في السؤال عدد المفاصل في الرسمة، وانت طول السنة عمال بتاخد الفقرات العجوزية ان هي فقرات ملتحمة وليست متمفصلة، يعني مفيش مفاصل فيها، فانت كنت بتدرس طول السنة فقرات عجوزية لإنسان بالغ مش طفل صغير، وبالتالي ما شفتش فيها مفاصل. اللي كان حاطط السؤال ده في الامتحان ما كانش عايزك تعرف ان الفقرات العجوزية ملتحمة مفيش فيها غضاريف زي ما مكتوب عندك في المنهج، لا ده كان عايزك تعرف ان الفقرات العجوزية لطفل صغير فقرات متمفصلة مش ملتحمة، ولما الطفل بيكبر الفقرات دي بتمسك في بعض علشان تبقى فقرات ملتحمة لإنسان بالغ، وبالتالي تختفي الغضاريف. شفت خبصه؟ وكمان ممكن يسألك في الامتحان على حاجة خايبة جدا جدا مباشرة خالص، زي مثلا سؤال جه السنة اللي فاتت بيقول لك ايه؟ ما المحيطات الزهرية التي تقوم بوظيفة الحماية في الزهرة؟ هتقول لي ايه بالله عليك؟ الكأس والتويج. جايب لك في الاختيارات الكأس فقط، التويج فقط، الكأس والتخت والكأس والتويج. الكأس والتويج مباشرة، فهو في الامتحان يا اما يجي يسألك في حاجة صعبة انت ما خدتهاش ما تعرفش عنها حاجة، يا اما يسألك عن حاجة خايبة اللي في حضانة يحلها، لكن يجيب لك أسئلة منطقية زي الناس ما اعرفكش انا بقى. فانت لازم تذاكر كل حاجه وتبص على المقدمات والحاجات المباشره، وكمان وانت بتذاكر عايزك تركز على التفاصيل اللي جوه التفاصيل، ولازم تخلص مذاكره الماده دي كلها في 5 ايام بس. ركز ركز، لازم تخلص مذاكره الاحياء في 5 ايام بس علشان يبقى عندك يومين فاضيين اللي انت تحل فيهم كل الاسئله وتجمع كل الافكار عشان تضمن الدرجه النهائيه. لازم يا ابني تفضي يومين عشان تحل فيهم، تعرف الحاجات اللي بيتسال عليها كل سنه وبتتكرر على طول في الامتحانات عشان تخش الامتحان وتحل، عشان لما يجي يفاجئك بسؤال صعب تعرف تتعامل معاه.
وتواجهه. طيب انا فضيت يومين بقى عشان نحل. ايه هو المصدر بقى اللي احل منه في اليومين دول؟ المصدر اللي هيجمع لي كل الافكار اللي بتيجي في الامتحانات، اللي هيخليني اخش اجيب ال60 من 60. ايه هو؟ بص، انا عملت لك ملزمه 100 ورقه. الملزمه دي عباره عن 11 امتحان ثانويه عامه، اخر 11 امتحان ثانويه عامه نظام جديد، يعني من اول ما النظام الجديد ما اتعمل، التجريبي والدور الاول والدور الثاني. وخلي بالك طبقا لاخر التعديلات اللي اقرها الوزير، يعني انا معدلها، يعني شلت لك جزء الاحياء اللي اتلغى وحطيت لك مكانه جزء الجيولوجيا اللي انضاف عليك، ومعاه كمان نموذج الاجابات الخاص بيها، وده في ملزمه لوحده. يعني انت معاك ملزمه حل قد كده امتحانات ثانويه عامه سنين سابقه، وعايز مني ما تحلش غير الملزمه دي. نصيحه مني، لان انت هتروح تحل حاجات تانية هتلاقي نفس الحاجات اللي انا بعتها لك بره، بس مش كلها. وحلني بقى عبال ما تدور على جزء الجيولوجيا اللي منضاف عليك في امتحانات السنين السابقه، مش هتعرف. عشان كده انا حاولت اساعدك على قد ما اقدر. الملزمه دي اقوى ملزمه حل في ليالي الامتحان على جمهوريه مصر العربيه، والله زي ما بقول لك كده، لازم تجيبها وتحلها، لازم. اقفل كل مصادر الحل وخدها، اتصرف. طيب الملزمه دي بقى انا عامل لك عليها خصم 80%، يعني انت هتاخدها ب 20% من السعر بتاعها الاصلي اللي هو واقف عليا انا. طب ليه يا مستر عملت كده؟ ليه شلت 80% من جيبك؟ ليه ما تطلعهاش بالسعر بتاعها الاصلي؟ بص، بيبقى في طلبه كتير جدا على الجمهوريه بتبقى واقفه على الحل، عايزه تحل كتير، بس هم غلابه ظروفهم على قدهم، مش معاهم فلوس يشتروا. عشان كده انا عامل لك الملزمه دي ب 30 جنيه بس، عشان كله يقدر يشتري الملزمه وكله يقدر يحل كتير ويجمع كل الافكار اللي في امتحانات السنين السابقه ويظبط دنيته ويخش الامتحان مرضي ومبسوط ويعرف يتعامل مع اي سؤال يجيله، عشان الافكار بتتكرر. وخصوصا في جزء الجيولوجيا، جزء الجيولوجيا اللي انا حاطته لك هتلاقي الاسئله بتتكرر كلهم زي بعض تقريبا، فانت كده ضامن قبل ما تخش ال 13 درجه بتوع الجيولوجيا. ابعت لي واتس على الرقم ده وهبعتها لك على طول، الملزمه بتاعت الحل بنموذج الاجابه الخاص بيها. هتاخد الاثنين دول ب 30 جنيه بس، وباذن الله تعالى باذن الله ليالي الامتحان بتاعتنا هتبقى غير. هنزل لك شرح الاهم الافكار والتريكس في الماده في فيديوهات قصيره وشرح على اعلى مستوى، علشان اكيد احنا مش هنرضى باقل من الدرجه الكامله ال60 من 60. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، وباكد عليك تاني اشترك في القناه علشان الحاجات اللي هتنزل بعد كده مهمه جدا، هتحتاج الحاجات دي جامد، فانت لازم تضمن ان الحاجات دي كلها توصلك في ميعادها باذن الله ومفيش اي حاجه تفوتك. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.